أتشرف بدعوة حضراتكم لحضور حفل زواجي الثاني على من رزقنا الله بها عز وجل. ويقدر بالذكر إنني لن أنسى أبدا موقف زوجتي الحالية على قبولها وتشجيعها لي على هذه الخطوة الجريئة رغبة للخير وإدخال السرور إلى قلبي، مما جعلني أفرح فرحا شديدا لهذا الود العميق بين الزوجتين، حيث أن الزوجة الثانية هي صديقة الأولى. وهذا وقد أقسمت زوجتي الثانية جزاها الله خيرا ستختار لي لاحقا زوجة أخرى، طالما أن هذا يدخل البهجة والسرور إلى قلبي. وبإذن الله سيكون عقد القران يوم الخميس بعد صلاة المغرب. مشاركتكم تسرني وحضوركم يشرفني، ولا تكتمل الفرحة إلا بكم. هذا نموذج امتحان اللغة العربية. استخرج من الحلم أعلاه. استخرجوا بقى من الحلم اللي احنا قلناه ده المبتدأ والخبر وفعل مضارع والمفعول به وصفة وموصوف. فين سبحتك يا شيخ بيومي؟